السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى حبيت ان انا احضر معاكم كده خلطة الحواوشي او خلطة العيش ابو لحمة زي ما احنا بنسميه في اسكندرية. هعملها معاكم كده، بس العجين انا مش هعمله في البيت، انا هوديه الفرن يتعمل، لان اليوم اللي بكون مشغولة فيه تنظيف وغسيل وكلام من ده، فانا بقوم جايه عامله مثلا عيش بلحمه في الفرن، عيش بصدق في الفرن، اي حاجه كده على السريع. فانا حبيت ان انا احضر معاكم خلطة اللحمة كده قبل ما اوديها الفرن. هنا معايا 3 بصلات، فيهم كده بصلتين متوسطين وبصلة كبيرة، يعني نقول بصلتين كبار. تمام كده. ومعايا نص فلفلاية حمراء ونص فلفلاية خضراء ونص فلفلاية صفراء، فلفل الوان. ومعايا مكعبين مرق وبقدونس ونص كيلو من اللحمة المفرومة. هعمل اول حاجة البصل، هضربه في الكبة كده مع المرقتين علشان يتطعم كده بالمرقة، المرقة كده تتضرب معاه، ما يبقاش في اي حتة مرقة ما اتضربتش مع البصل، يبقى كله كده يتضرب معاه في الكبة. وهضربهم بقى كويس جدا. واهم حاجة بقى انت تبقي عارفة كده ايه، ان انت المرقة فيها ملح، فتظبطي ملحك لما تيجي تضيفي ملح. حطيت بقى كمان فلفل اسود كده في الكبة يتضربوا مع البصل. وهضرب البصل كده، ممكن تبشريه المبشرة وممكن تخرطيه على ايدك لو انت بتحبي، بس طبعا الكبة بتسهل الموضوع، فانا ضربته في الكبة. طبعا مش عايزاه بقى ايه، يعني ميزة الكبة الكبيرة ان هي مش بتعصر البصل، يعني بتخلي البصل كده قطع. اما الكبة الصغيرة بتعصر الحاجة، يعني بتخلي البصل يتعصر. فالبصل لكن لما بكون عايزة اعمله كده قطع زي ما انتم شايفين، بخليه في الكبة الكبيرة. الكبة الصغيرة ممكن تضربي ضربات متقطعة علشان ما تعصرلكيش الحاجة. تمام كده. لكن لو عايزة الحاجة بقى معجونة كويس قوي، فحطيها في الكبة الصغيرة واضربيها ضربة كده ايه، من غير تقطيع، يعني تضربيها ضربة مرة واحدة. نزلت بالبصل، ما حبيتش ان انا اضيف عليه الفلفل علشان الفلفل هينزل ميه كتير، فحبيت ان انا ايه، يعني اضرب البصل الاول يتطعم كده مع المرقه والفلفل الاسود ويتظبط كده معاها، وبعد كده اضيف الفلفل لوحده علشان برضو مش عايزه الفلفل يتعصر. تمام كده. انا عايزه برضو الفلفل يبقى فيه قطع، فانا حبيت اضرب البصل لوحده واضرب الفلفل لوحده. ممكن تضربي الاتنين على بعض لو انت عايزه ايه، يعني الفلفل ما يبقاش حتت كبير. حطيت كمان قرن فلفل حامي كده يطعم الدنيا ويدي كده طعم حلو للعيش باللحمه بتاعنا. في مرة بقى كده ان شاء الله هعمله معاكم في البيت، العجينة وكده ومن الالف للياء يعني، بس انا النهاردة كان عندي غسيل فحبيت ان انا اعمله لهم بره. بصوا بقى، انا عايزة الفلفل كده قطع، مش عايزة الفلفل يبقى يعني دايب خالص او يبقى عصير كده. فانا ايه، ضربته كده بالخشانة دي، عايزة خشن كده. نزلت كمان بحزمة من البقدونس غسلاها كده ومخرطاها على ايديا، وضفت شوية الملح، وهظبط الملح علشان انا ضايفة مرقتين. وبكده نبقى عملنا احلى خلطة للحواوشي، حلوة قوي قوي. انا بصراحة كنت بحط بصل بس وملح وفلفل اسود ومرقه وبقدونس، لكن حبيت ان انا اضيف لها النهارده فلفل الوان وكده واغير يعني. فبصراحه طلعت هايله جدا بجد، كان طعم العيش باللحمه كان تحفه. اعملوا خلطه الحواوشي كده بالطريقه دي، هيطلع معاكم جميل جدا. ممكن كمان تعملي صدوق تحطيه برضو فلفل الوان وتحطي له اللي انت حابه تحطيه. كده حضرناه، هنوديها الفرن. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.